ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة مع بعض هنعمل صينية البدنجان بالكفتة بطريقة سهلة ولذيذة جدا، ومش محتاجين لأي حاجة مكلفة. لا محتاجين جبن ولا كريمة ولا أي حاجة. لحمة مفرومة وبدنجان هتعملي أحلى صينية بدنجان بالكفتة. أنا متأكدة إن هي هتعجبك قوي، ولما تعجبك اعملي لايك وشير، واعملي اشتراك في قناتي الجديدة على يوتيوب. ويلا نبدأ. البدنجان اللي محتاجينه يكون شكله بالشكل ده كده. هتقطعي من فوق ومن تحت وهتقشري الجناب الاتنين، وبعد كده هتقطعي بقى شرايح. السمك بتاع الشريحة حوالي نص سنتي بالشكل ده. قطعت البدنجان وبدأت أتبله بالملح والفلفل الأسود والبابريكا، كل حاجة معلقة صغيرة، ومعلقتين كبار زيت عادي أو زيت زيتون اللي تحبيه. قلبت بقى الزيت في التتبيلة بالشكل ده كده، وبعدين أنا حطيت في صاج كبير شوية، حطيت ورق زبدة وبدأت أرص شرايح البدنجان بالشكل ده. وهتتبليها بقى بالتتبيلة بتاعتنا بالفرشة كده، وادهني بالتتبيلة. بعد ما تخلصي الناحية دي اقلبي بقى كل الشرايح الناحية التانية وتبليها بنفس التتبيلة. بعد كده هندخلها الفرن، هتاخد حوالي ربع ساعة على الرف اللي هو القريب من الصاج على درجة حرارة 200. مش هنسويها سوا كامل، هتبقى بالشكل ده. اللحمة المفرومة نص كيلو لحمة. أضفت له بقى بصلتين وسط، طماطمتين صغيرين، شوية كزبرة متقطعين كده، وثلاث فصاص توم. قطعت البصل وقطعت الطماطم مكعبات، واخدت بقى كل الاضافات دي بتاعت اللحمه، حطيتها على اللحمه المفرومه بتاعتنا، وحطيت التوابل بتاعت الكفته. توابل الكفته معلقه صغيره، توابل لحمه معلقه صغيره، كمون معلقه صغيره، فلفل اسود معلقه صغيره، ملح. قلبت بقى اللحمة بالتوابل بالإضافات بتاعتها كلها، قلبتها في بعض كويس كده. وبعدين بدأت أعملها في محضرة الطعام. حطيتها على مرتين، ما تحطيهاش على مرة واحدة، حطيتها على مرتين. واضربي بقى شوية كده وبعدين افتحي، وبالاسباتولا نزلي اللي على الجناب كده علشان ما يبقاش فيه أي حاجة مش مفرومة في اللحمة دي، يعني البصل أو الطماطم يبقى سليم كده. نزلتها بقى بالشكل ده أهو، أخدتها في بولة بره، وعملت باقي الكمية. وبعدين أضفت بقى آخر إضافة نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، علشان الكفتة بتاعتنا ما تكشش، فحطيت البيكنج باودر. قلبت بقى كله كده، وبعدين بدأت أشكلها. هنشكلها على شكل برجر، بس المقاس أصغر شوية من البرجر، يعني عايزينها كده إيه، وسط. تعملي الكرة كده وبعدين تبططيها بالشكل ده كده بس. هنحط بقى في صينية معلقة سمنة صغيرة أو معلقة زيت، وبالفرشة كده وتدهني الصينية وتبدأي ترصي الكفتة بتاعتنا. ادي شكلها. عملت بقى الصينية اهو، دهنتها، وبعدين بدأت الكفتة احطها ارصها في الصينية كده، وندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200. اخدت حوالي نص ساعة. ادي الكفتة بتاعتنا. عملت بقى صوص من ايه، معلقتين صلصة طماطم، واحنا متعودين نعملها في البيت، مع كوباية مرقة، ولو ما عندكيش مرقة حطي مكعب مرقة مع كوباية مية. قلبي بقى المرقة بالصلصة كده. الكفتة بقى هي طلعت من الفرن. حطيت نص الصوص اللي عملناه ده في الصينية من تحت، وبعدين هنبدأ نشكل بقى الباذنجان ونحطه في الصينية. ادي نصه الاول، وبعدين هناخد كل شريحة باذنجان نحط فيها واحدة من الكفتة، ونقفل بالطريقة دي كده. وخلي الناحية المفتوحة دي لتحت بالشكل ده، خلي المقفول لفوق. ادي بقى هعمل قدامك اتنين او تلاتة كده بنفس الشكل اهو، وترصيها جنب بعض. حطيت بقى الكمية كلها طبعا معانا كده اهي. وبعدين مكان الكفتة فيه طبعا صوص نازل من الكفتة كده، والبهريز بتاع الكفتة حطيت عليه شوية صوص كده، واخدت الصوص ده كده حطيته على البدنجان من فوق. شربت بقى البدنجان كده بالصوص بتاعنا، ودخلته الفرن على الرف الوسطاني 25 دقيقة، وخمس دقايق في الشواية. طلع بالجمال ده. قدمت معاه رز أبيض، طبعا انت ممكن تقدمي معاه أي حاجة تحبيها، يعني مكرونة، رز. هو بقى كمان الأكلة دي لذيذة جدا بالعيش، طعمها قوي قوي بالعيش. وزي ما بقولك كده، مفيش فيها أي حاجة مكلفة، يعني لحمة مفرومة وبدنجان بس. لو تحبي طبعا تعملي ربع كيلو، قللي البدنجان شوية، أو لو تحبي تزودي الكمية وتخليها كيلو لحمة مفرومة، ضعفي كمية البدنجان. وبألف هنا. أكلة حلوة ولذيذة، وما أخدتش معانا وقت خالص، وهتطلع معاكي مظبوطة جدا. ولو عجبتك أكلتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في قناتي الجديدة على يوتيوب. وباي باي.